تدق الأرقام الرسمية لحوادث المرور عبر طرقات ناقوس الخطر، فآخر حصيلة سجلت وفاة أزيد من 2060 شخصا وإصابة 90,000 آخرين، استوجبت أكثر من 1,200,000 تدخل خلال 2025 لتسجل بداية السنة 7 وفيات و416 جريحا خلال 48 ساعة الأخيرة. هنا تبرز السلامة المرورية كالتزام سيادي يطرح فيه مشروع قانون المرور مقاربة تضمن التوازن بين البعد الوقائي والردعي، خطوة سياسية مسؤولة تعكس إرادة الدولة في ترسيخ ثقافة الانضباط وتعزيز الأمن الطرقي. مشروع بقدر ما حمل إجراءات تضمن الأمن عبر الطرقات وتقليص الحوادث يبقى قيد الدراسة والإثراء، وسيعرض على أعضاء مجلس الأمة للنقاش. باب مفتوح للنقاش تم التأكيد عليه خلال الاجتماع التشاوري الذي جمع الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعة المحلية والنقل مع الشركاء الاجتماعيين. الحوار الذي يثمنه مهني القطاع عبر بيانات دعوا فيها إلى المشاركة الفعلية لممثلي القطاع العام والخاص لإثراء هذا القانون بما يضمن التوازن بين الردع وحماية حقوق المهنيين، مؤكدين على الوعي والمسؤولية الفردية والجماعية لأمن الطرقات، وعلى الدور التحسيسي والتوعوي لجعل الطريق ممرا آمنا وسلوكا مسؤولا من طرف الجميع. الأحزاب السياسية عبرت بدورها عن مواقفها من قانون المرور، والذي أكدت على أنه لا يزال في مساره التشريعي الطبيعي القابل للملاحظات والإثراءات، وهو يركز على الجانب الوقائي وحماية الأرواح ومواجهة تهديدات سلامة الطرقات، مثمنين القواعد والإجراءات الوقائية الصارمة التي حملها مشروع القانون، خاصة ما تعلق بضمان أمن السائقين والصيانة الدورية والملائمة للبنية القاعدية للطرقات، بالإضافة إلى تدابير تتعلق بمراقبة وتجهيز المصالح المؤهلة بالإمكانات الرقمية للمراقبة، كل هذا من أجل طريق آمن.